اول حاجه التوت الذهبي او الحرنكش. بنتكلم في حاجه اسمها الليكوبين، بنتكلم في اللوتين، وبنتكلم في البيتا كاروتين. كله على وزن كافيه واحده، والله بجد كده حلوه جدا زي الفل. صديقه مريض السكر، الدراسات بتقول انها بتخفض سكر الدم. مش بس كده، ده بتحفز البنكرياس ان هو يطلع الانسولين. اهلا بيكم. حلقه النهارده عن الحرنكش او التوت الذهبي. عارفين انتوا في فواكه كده انا بالنسبه لي بتبقى عشق ليا، بس للاسف مش بتنزل كتير في السنه. والله الحرنكش ده طول ما هو بيبقى موجود انا حرنكش ما بقدرش. انا عندي حرنكش وجميز شويه فاكهه كده انا بعشقهم بصراحه. خش في الحلقه ونبطل رغي. بصوا بقى، اول حاجه التوت الذهبي او الحرنكش. بنتكلم في حاجه اسمها الليكوبين، بنتكلم في اللوتين، وبنتكلم في البيتا كاروتين. كله على وزن كافيه واحده، والله بجد كده حلوه جدا زي الفل. ايه ده بقى يا دكتور؟ واحد، بنتكلم في صحه عيون. اتنين، طبعا حضرتك لا قدر الله لو عندك مضاعفات السكر وعندنا مشكله في العين، فهي بتحافظ على العين علشان خاطر اللوتين والليكوبين وكمان الفيتامين ايه اللي هو البيتا كاروتين. حلو كده، على طول بيبقى صحه عيون. صديقه مريض السكر، الدراسات بتقول انها بتخفض سكر الدم. مش بس كده، ده بتحفز البنكرياس ان هو يطلع الانسولين، ينتج انسولين. يعني ايه بقى؟ فعلا من الحاجات الحلوه جدا لمرضى السكر. ليه؟ لان الحرنكش اولا مؤشر جلايسيمي منخفض، ده اساسي. رقم 2 بنتكلم فيها فيتامين سي، بنتكلم فيها الالياف. واول ما اقول كلمه الياف بقى احفظوا يا عينه، الياف صديقه مرض سكر. الياف يعني احساس شبع، الياف يعني جهاز هضمي، الياف غذاء للبكتيريا النافعه وغذاء للميكروبيوتا. الياف مع كارب بتقلل من الحاجه اللي داخله الكربوهيدرات ايا كان ان هي تطلع على طول، ان هي تمتص على طول، بتقلل من الامتصاص بتاعها. علشان كده نوع النشويات بيقول لك ايه؟ في نشويات ترفع سكر الدم على طول، وفي نشويات ما ترفعش سكر الدم على طول بطيئه، وفي نشويات بقى اللي هي بتتحايل على الجسم اللي هي اللي فيها الياف. فاي نشويات فيها الياف دي بتبقى حلوه جدا ان هي ما ترفعش الانسولين على طول، وتبطئ لي من امتصاص الاكله، وتبطئ لي من افراغ المعده، فبالتالي احساس الساتايتي يزيد، احساس الشبع يزيد، وتلاقي نفسك شبعت على طول. الحرنكش دراسات كتيره قوي بتتكلم عليه ان هو فعلا صديق مرض السكر، انه بيعمل على انخفاض سكر الدم زي ما احنا قلنا، وبيظبط سكر الدم وبيحفز الخلايا كمان. ايه تاني مهمه جدا للمناعه؟ اي حاجه فيها فيتامين سي وفيها انتي اوكسيدانت مضادات اكسده، على طول نربط ان دي حاجه بتعلي المناعه. بتعلي المناعه ليه؟ لان انا بدي حاجه اسمها مضادات اكسده بتحمي خلايا الجسم من الاكسده اللي بتحصل، فقدر الله الناس تدخل في سرطانات على طول، او المناعه بتاعتنا تقل، او يحصل دامج للخلايا، الخلايا تبدا تبوظ، فبالتالي ندخل في امراض على طول ونعجز على طول، والشيخوخه تبقى معانا على طول. لا، لما ناخد حاجه تعلي من جهاز المناعه بتاعنا، فبالتالي بنحافظ على خلايا الجسم بتاعتنا. الحرنكش من الحاجات الغني جدا 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 بالبوتاسيوم والفيتامين كي. فيتامين كي والبيتا كاروتين فيهم نسبه حلوه جدا في الحرنكش. وفيتامين كي وفيتامين دي الاثنين يعني عظم. مفيش عظم من غير كالسيوم موجود برضو، ومن غير فيتامين دي، ومن غير فيتامين كي. كل الناس بتبقى مفكره عظم يعني كالسيوم وفيتامين دي. لا، فيتامين دي لو مفيش فيتامين كي 2 مش هيوصلوا العظم. كتير جدا من دكاتره القلب بيكونوا ريكومندد لفيتامين كي 2 علشان هم فاهمين لو الكالسيوم فضل في الدم فممكن يتصلب على الشرايين، ممكن يعمل لنا مشاكل، فهم عايزين يودوه لمكانه الطبيعي. يروح فين الكالسيوم؟
الفيتامين دي ابن حلال قام بدوره واداهولنا الدم، بس هو مش دور الكالسيوم ان هو يفضل في الدم، هو دوره ان هو يوصل للعظم والسنان يترسب هناك. هو احنا عايزينه في الحته دي. التاكسي اللي هيوديه ويوصله هو فيتامين كي 2. فاهمين كلامي يا عيله؟ الحرنكش كل حرنكش بقى واتبسطوا جدا لان هو بيخلص بسرعه. طيب في بقى كربوهيدرات قد ايه؟ بصوا بقى انا قلت اعملها تجربه معاكم. عايزين نعرف فيه قد ايه كربوهيدرات، يا ترى كميه قد ايه ممكن تدينا كرب. هقول لكم. بصوا انا الاول ايه، احط الطبق كده ونشوف هيعمل كام. يعني هو ال 150 جرام فيهم تقريبا 15 جرام من النشويات، انا المفروض اصفر الطبق بصراحه، فانا هحطه وهيطلع من ميزان الطبق. لا مش هينفع، لازم اصفر الطبق. ماذا نحن فاعلون؟ ايوه اقول لكم صفر الطبق بده وخلاص. الجيش قال لك اتصرف كده، احنا مصفرين الطبق قشطه جدا. نحط بقى كده شويه حلوين. 150 جرام يا سبحان الله، والله العظيم يا عيله اقسم بالله ما وزنت قبل ما اطلع الحلقه، والله العظيم. لو الكاميرا تيجي، بس الكاميرا ثابته، بس انتم مصدقيني صح؟ انتم مصدقيني. اعمل ايه طيب؟ انا لو شلت الطبق الرقم هيروح. دول الكميه انا كنت حاطاها دول طلعوا 150 جرام، يعني انجوي بقى. الكميه دي كلها، كميه الحرنكش دي كلها اهو عامله 150 جرام، بنتكلم في 15 جرام كارب، وفيهم بقى 5 7 جرام الياف. حلو جدا 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 جدا، وفعلا صديقه لمرض السكري. فاكهه النهارده كانت على الحرنكش. استمتعوا وكلوها وشيروا الحلقه يا عيله، ومتنسوش تعملوا فولو وتعملوا سبسكرايب لو استفدتوا من الحلقه دي عشان غيركم يستفيد. واستنوني في حلقه جديده مع سلسله الفواكه من مطبخ بدايه جديده.